السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعين تربيه الطيور مع الحواشي. اهلا وسهلا بكم. هنتكلم مع بعض النهارده عن حاجه مهمه جدا، وهي ايه؟ ان الفراخ عندنا ما بتبيضش، او الفراخ اللي عندنا بتبيض والبيض بيتاكل، او الفراخ ذات نفسها في مشكله عندها ما بتخليهاش ان هي تبيض زي ما احنا قلنا دلوقتي. لان في عاوزين نفرق بين الثلاث حاجات. اولا لو انا عندي فراخ بتبيض والبيض بيجي بريشه، البيض بيجي طري، فهنا في مشكله في الكالسيوم والفوسفور اللي موجودين في الاكل، او هي بياكلوا عليها غير متزن. طب الفراخ اللي عنده بتبيض والبيضه كويسه بس ساعات ما بلاقيش البيض، يبقى انت هنا عاوز تاخد صرف. ان هو هنا الفراخ عشان برضه عندهم نقص في البروتين بيضطروا هم ياكلوا ايه؟ بياكلوا البيض والحاجات مختلفه بقى. فانا ندي لها حاجه، يعني مثلا لو الفراخ ما بتبيضش خالص طبعا هندي فيتامينات عندنا، والفيتامين يعني بتاع البيض زي ما بيقولوا، او اللي بيساعد على انتاج البيض او زياده انتاج البيض هو فيتامين ه. الهي هو معاه السين، هو رافع مناعه وكمان هو بتاع خصوبه وفأس فيتامين ه. طب انا الاقيه في حاجات ثانيه، الاقيه في الحاجات الخضراء زي ما كنا عملنا قبل كده فيديو في القناه، ان احنا ممكن نجيب الخضار لانه بيقلل نسبه الزفاره في البيض، وفي نفس الوقت فيه فيتامين ه اللي هو بيساعد على زياده انتاج البيض. طب انا دلوقتي الفراخ عنده بتبيض والبيض بيتاكل، يبقى ما اروحش اجيب له انا بقى كالسيوم او ثنائي فوسفات الكالسيوم، يعني لان هو ملوش دعوه. هنا الثنائي فوسفات الغرض منه لو البيض بيجي بريش. البيضه لو بتيجي طريه، الفراخ بتبيض او البط بيبيض والبيضه بتيجي طريه، يبقى اجيب ثنائي فوسفات كالسيوم، وهوريكم الثنائي اهو. هنوري حضراتكم بقى ثنائي الفوسفات اهو. ولازم زي ما قلت لكم نعرف ايه المشكله عندنا. ده ثنائي الفوسفات اللي هي في ناس بتفكر ان هي بيضه بلاط والكلام ده كله، لكن ده ثنائي الفوسفات ان هو ايه؟ ده بنجيبه لو البيضه طلعت طريه، عشان نبقى بس فاهمين. يبقى لازم نعرف اول البيضه عندي طريه، الفراخ بتبيض ما بتبيضش. وكده كده لو انت ضفت الكالسيوم او الفيتامينات او الاملاح المعدنيه في الاكل او الحاجات دي كلها، هي مفيده عشان خاطر عمليه البيض. تاني حاجه بقى، لو هي الفراخ بتاكل البيض، يبقى لو بتاكل البيض يبقى احنا هنجيب الصدف. ده الصدف، فلازم نفرق بين الاثنين. ده الصدف لو هم بياكلوا البيض. انا عندي فراخ بتبيض وبتاكل، وزي ما قلت لكم المشاكل دي تبقى ناتجه ان هي بتاكل عليها غير متزنه، في نقص في الكالسيوم. ده احنا بنقول عليه الملوحه، وبيبقى ماشي للحمام برضه بياكلوه. الصدف اللي هو بتاع البحر عادي يعني. فالصدف لو بياكلوا البيض انما ما بيبيضوش خالص، يبقى زي ما قلنا لحضراتكم هنجيب فيتامين ه. ده الصدف اهو. بنجيب لهم بقى فيتامين ه، وزي ما قلنا فيتامين ه بيبقى موجود في ايه؟ بيبقى موجود في الحاجات الخضراء، وممكن نشتغل على اللي هو بنقول عليها ايه؟ الخضروات اللي هي بتاعت الكزبره والبقدونس والحاجات دي كلها. دي كويسه، بنخرطها ونديهم منهم، فيها فيتامين ه، وكمان بتشيل الزفاره اللي موجوده في البيض، او بتقلل نسبه الزفاره اللي موجوده في البيض. يبقى لازم نبقى نفرق بين ثلاث حاجات. قلنا عندنا لو الفراخ ما بتبيضش خالص يبقى عاوز الفيتامين ه، لو بتبيض بيضه طريه يبقى نخش على الكالسيوم وثنائي فوسفات الكالسيوم، لو بياكلوا البيض يبقى نشتغل على الصدف. والثلاثه دي مهمين جدا، ده كله هيساعد ان هو يحافظ على البيض الموجود. يبقى لازم نعرف من الاول كده ايه المشكله اللي عندنا عشان نبتدي نعالجها صح. سواء كان بقى اكل بيض، عدم انتاج البيض او ما بيبيضوش، او البيض بيجي طري. عشان لما تنتج، اما تعالج المشكله صح، ده يساعد على انك تحافظ على البيض اللي عندك او الانتاج اللي عندك. زي ما احنا عارفين لازم ان الفراخ ان يكون فراخ بلدي او كده، يعني عندنا الفراخ الفيومي كويسه جدا ثنائيه غرض، بيضه بتبقى تنتج انتاج بيض كتير. بس على قد ما نقدر برضو يعني ايه، نظبط الاكل من الاول، نبتدي يعني ما نكترش مثلا علف دش الحاجات دي كلها، لا نبتدي نعمل اكل متوازن. والكلام ده كله هيساعد ان مش هيحصل عندنا مشاكل من المشاكل ديت، اللي هي موضوع اللي هو اكل البيض او ضعف البيض. ولو دعمنا الفيتامينات او الحاجات دي كلها مفيش فيها اي مشكله خالص. والاملاح المعدنيه برضو مهمه جدا، ممكن نضيفها في الميه. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.